الآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. أهلا بكم في برنامج البرنامج. النهاردة هنتكلم عن أهم مخطط يواجه مصر، مش قناة التبت ولا حتى مشروع إلغاء الخلع. احنا بنتكلم عن مخطط تقسيم مصر. لذيذ فعلا. اللي بناها كان في الأصل حلواني. طبعا ده فيلم الرعب اللي بقالنا سنة عايشين فيه، وإيمانا منا في البرنامج بتوصيل جرعة الرعب لكل مواطن قررنا نشترك في الحملة ديت. قولوا لنا ازاي نقسم مصر. المخطط يستهدف تقسيم مصر إلى 4 دول. المخطط هو تقسيم مصر إلى 4 دولات طبقا للوثيقة العبرية اللي خرجت سنة 82. مخطط تقسيم وتقزيم الدول العربية. أكتر كلمتين سمعناهم طول السنة تقسيم مصر. وطبعا ما دام هو ده اللي خدناه من الثورة يبقى لازم نصدق، لأن نفس الناس اللي اتكلموا على الأناركية، الماسونية، الطرف الثالث هم نفس الناس اللي أقنعوا مصر بتقسيم مصر. الله صحيح، مصر هتتقسم ازاي؟ متقسمة مصر أربع ألوان. القسم الثالث أو الدويلة الثالثة الدويلة القبطية، ودي ماسكة من غرب الدلتا لغاية مطروح ووادي النطرون، وبعدين من المنيا إلى أسيوط. مخطط برنارد لويس 5 دول في مصر، دولة في سيناء، دولة للنوبة، دولة للمسيحيين، دولة للمسلمين. 5 دويلات، دولة في النوبة، دولة في سيناء، دولة للمسلمين، دولة للأقباط، دولة. لمعرفة مكان بيتك الجديد في مصر اتفضل معانا. ونشر برنارد لويس، وهو يعني من الشخصيات الصهيونية الأمريكية القريبة من مركز صنع القرار، نشر الخريطة وقال مصر يجب أن تقسم إلى 4 دول. دولة النوبة تلحق مع تاخد أسوان عاصمة ليها وتلحق مع السودان، مع نوبة السودان. الجزء رقم 2 ده الدولة المسيحية، ودولة المسيحيين في الصعيد وتمشي بخط متوازي في الصحراء على وادي النطرون تبقى عاصمتها اسكندرية. الجزء الثاني مصر الإسلامية، ودي في الجزء الخاص بالدلتا وعاصمتها القاهرة ولغاية المنيا. ودولة للمسلمين في القاهرة عاصمتها القاهرة وتاخد المنطقة دي، ودولة في سيناء تسيطر عليها إسرائيل. القسم الثالث أو الدويلة الثالثة الدويلة القبطية، ودي ماسكة من غرب الدلتا لغاية مطروح ووادي النطرون، وبعدين من المنيا إلى أسيوط. طبعا دولة قبطية عاصمتها الاسكندرية التي تعتبر معقل حزب النور. 90% من سكان مصر المسلمين هيتزنقوا في الدلتا والصعيد لغاية المنيا، والصعيد اللي محافظاته فيها أعلى نسبة مسيحيين هيستقلوا بسوهاج وأسيوط كأن ما فيش مسلمين هناك. يعني زي ما قلنا، لو أنت ساكن في الدقي وعايز تروح هاسيندا لازم تطلع باسبور. مش ملاحظين حاجة؟ كل البرامج وكل الفيديوهات على اليوتيوب وكل صفحات الفيسبوك بقت المصدر الأساسي للأخبار دلوقتي، كلها بتجيب نفس الخريطة اللي مكتوبة بالعربي. ما فيش مصدر واحد عدل وموثوق منه جايبها بالإنجليزي، وده طبعا عشان القوى الاستعمارية عايزين المصريين يفهموا الخريطة، أو يكون احنا اللي عاملينها. بس أكيد في مصدر واحد على الأقل جايب خريطة واحدة بالإنجليزي، واحد بس. أظهرت العديد من الحقائق، ولعل أخطرها هو العثور على خرائط تقسيم مصر، وما خفي كان أعظم. الخبر ده مهم جدا، حكاية العثور على خرائط تقسيم مصر وما خفي كان أعظم. فعلا دي الخرائط اللي لقوها في المنظمات العميلة، وطلعت بعد كده خرائط تقسيم المراحل الانتخابية. ما علينا، أكيد في مصدر أجنبي واحد عدل برئاسة الصهيوني المتأمرك المتعصب برنارد لويس. ونشر برنارد لويس، وهو يعني من الشخصيات الصهيونية الأمريكية القريبة من مركز صنع القرار، نشر الخريطة ومن بينها مصر. برنارد لويس هذا الصهيوني اللي عمل بلان وخريطة أي حد يقدر يخش على النت يطلعها، خريطة لسايكس بيكو جديدة للوطن العربي. أيوة، برنارد لويس الراجل اللي قسم مصر. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أعرفكم ببرنارد لويس.
برنارد لويس أمريكي من أصل بريطاني، له ميول واضحة لإسرائيل. عمل خريطة خايبة بخط إيده من السبعينات أيام الحرب الباردة كنظرية إن أنت لو أنت عايز تحاصر الاتحاد السوفيتي فلازم تقسم دول آسيا الصغرى على أسس عرقية. طبعا الاتحاد السوفيتي وقع من غير ما ده يحصل، بس جابوا برنارد لويس تاني من تحت التراب لما إدارة جورج دبليو بوش كانت عايزة تسوق لغزو العراق، وخصوصا إنهم فشلوا في إيجاد الأسلحة النووية هناك. من الآخر كده جابوا واحد مخرف من على القهوة عمره ما زار الشرق الأوسط، وبيعتبروا كتير من الناس هناك إن هو فتاي، أو بلغتنا المعاصرة خبير استراتيجي. وادي خريطة برنارد لويس، ممكن تدوروا عليها في النت، تكتبوا برنارد لويس ماب. واحدة بالأبيض وأسود اللي عملها أيام السبعينات والثمانينات، وواحدة جديدة طالعة منقحة وفيها تقسيمات زي دولة اسمها أرابستان في جنوب إيران، ومقسم باكستان وأفغانستان على حسب القبائل اللي هناك، بوشتونستان وبلوشستان وغيرها وغيرها. أما بالنسبة لمصر اللي المفروض إنها تتقسم ل3 4 دويلات فما فيش أي إشارة للتقسيم دهوت. إحنا اللي قسمناها بنفسنا. وعلشان أي حد يقول لي إن برنارد لويس ده محلل عظيم ومخضرم، أحب أقول له إن في 2006 كتب مقالة في وول ستريت جورنال بيتنبئ بيها إن في 22 أغسطس 2006 إيران هتضرب إسرائيل بسلاح نووي بتحضره بقالها 15 سنة. اشمعنى 22 أغسطس؟ لأنها موافقة ليلة الإسراء والمعراج، فده هيكون أحسن ميعاد إيران ترد بيه على تهديدات أمريكا وإسرائيل، وهيؤدي ده لنهاية العالم. مش بيفكركم الكلام ده بحد تاني؟ لو ما رجعش الرئيس مبارك هو والنائب عمر سليمان، مصر هتحتل وهتتضرب وهنبقى زي العراق. هي دي كمالة الرؤية. والسنة القادمة جاي زلزال مروع وهيروحوا فيه ناس كتير. يعني برامج مصر وإعلاميها قلبوا الدنيا علشان واحد عنده نظرية وماسك قلم رصاص وبيقسم العالم. ما احنا عندنا المسلماني بيعمل كده كل يوم. بسيطة، أنا مثلا ممكن أمسك قلم وورقة وأقسم لكم مصر، وممكن أثبت لكم مثلا إن مصر الجديدة هتعلن استقلالها قريبا باستخدام فيديوهات وأحداث ملهاش أي علاقة ببعض، لمجرد إن مثلا عمرو حمزاوي كسب هناك. كيف تفسر إن هو تفوق على مرشح الإخوان في مصر الجديدة؟ هل يعني ده فزاعة الإسلاميين حصلت هناك، ولا دعم الكنيسة بقيادة نجيب ساويرس كان له تأثير قوي، ولا ناس مصر الجديدة نفسهم، أنا بقول يعني بتوع الروتري واللاينز والحاجات دي معظمهم يعني بره الكادر بتاع الاختيار اللي هو يشوفوا فيه المصلحة الوطنية مش قبل الخوف من الإسلاميين؟ هل علشان أهل مصر الجديدة ما دخلش الإسلام قلبهم، أو إن الكنيسة مسيطرة على السكان هناك، أو إن ما فيهاش رجالة وكلها بنات بتحب حمزاوي، يبقى ننقل عاصمة مصر القبطية من الإسكندرية إلى مصر الجديدة وحمزاوي رئيسها؟ طبعا كلام الشيخ خالد عبد الله ملوش دعوة بالتقسيم، بس ده دليل إن أنا أقدر أألف أي نظرية أنا عايزها. طيب هل في أي حاجة ملموسة رسمية، مش مجرد فيديو على اليوتيوب أو صفحة على الإنترنت أو الفيسبوك؟ أي حاجة موثقة. كنا احنا بناقشنا من خلال برنامجنا عن إشاعة أو حقيقة أن هناك تخطيط بيخطط أمريكي، وده يمكن قدم سنة 83 للكونجرس على أن هناك شرق أوسط جديد، وقيل أن هناك دي خطة بيتم العمل بها. ما يحدث في ليبيا، ما حدث في العراق، ما حدث في السودان من تقسيم للشمال للجنوب، واللي احنا الآن دلوقتي بنكمل الخطة. والخريطة مقدمة، يريدون أن يقسموا مصر إلى دولة للنوبة، إلى دولة لأهل سيناء، إلى دولة للأقباط، إلى دولة لأهل مصر. مخطط تقسيم مصر وضعت خريطته بالفعل أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي. فعلا مش أول مرة نسمع أن الكونجرس أو البنتاجون قدامه المخطط أو حتى وافق عليه. هل في أي حاجة رسمية عليها ختم الكونجرس أو مجلس الشيوخ أو الحكومة الأمريكية بتقول كده؟ هل في فيديوهات وثائق تثبت الكلام دهوت؟ احنا بقينا بنصدق أي حاجة لمجرد إن واحد قالها أو اتكتبت في كتاب. أنا ممكن أكتب كتاب، أنت ممكن تكتب كتاب، مش لمجرد إن حد قالها أو كتبها
او طلع في التلفزيون بيتكلم عليه انها حقيقه، وخصوصا ان اكتر الناس اللي اتكلمت على التقسيم ده هم اللي توهونا في نظريات مؤامره من اول السنه. مثلا انا هقول لكم على الحل بعد ما نشرح على الخريطه مصر هتتقسم ازاي. ادي اول تقسيم، ادي اول دوله اهي. دوله هتاخد من هنا وهتاخد من السودان نفس المساحه، دوله النوبه القديمه. مدام دكتور توفيق قالها يبقى لازم نصدقه. ترعاها الولايات المتحده الامريكيه كنواه في خطه تقسيم مصر الى 3 دول. تدافع أنثى العكس عن صغارها من العكاس بضراوة، وأطلق العلماء على صغير العكس اسم دولة، حيث تقوم أنثى العكس بتقسيم بيتها إلى دويلات صغيرة وتوزع المعونة وتوزع الغذاء عليهم بالتساوي. سوري معلش يا جماعه، دايما الفيديوهات بتضرب في الاوقات دي، مش مشكله، يبقى لازم نصدقها. المخطط ماشي ان هم تقسيم مصر، المخطط اللي معمول من سنين لمصر عايزين يقسمونا زي ما السودان اتقسمت جنبنا مشروع الشعاع الازرق، اللي لما الضابط الموساد كلمني حطوهولي ضمن المشاريع اللي قالوا ان هم هينفذوها في مصر الايام الجايه. سفيرة جهنم في مهمه لاحراق القاهره واغتيال عصام شرف. ازاي ما نصدقش ده، خصوصا لما يكون ده صوته. بتحبيني وبتحبيني نفسك تبقى عشاني وليه انا مش فاهم. ده صوت، او يكون اللي بيقول كده واحد من ابناء مبارك المخلصين. ثم تقسيم هذه الدولة إلى دولة إسلامية يحكمها الإخوان المسلمين، ودولة نوبية في النوبة، ودولة مسيحية للأقباط وبيتم تجهيز قيادات ليها من أقباط المهجر، ودولة سيناوية في سينا. سامح أبو عرايس مثلا، ده غير إن هو من أبناء مبارك الشرعيين، بيخش على كل فيديو عندي وبيسيب تعليقات لوز الحقيقة. من أجل فاصل من التسلية اقروا معايا عينة من تعليقات عرايس. كل ما قاله عمرو مصطفى هو صحيح، ولأن ساويرس وباسم يوسف ماسونيين فهم مرعوبين من فتح عمرو مصطفى لهم. أنا فعلا ميت في جلدي. حين تحدث عن الشيطان فهو يعني لوسيفر، وهو الذي يقدسه الطائفة النورانية المتنورون من الماسونية ويعتبرونه إلها لهم مماثلا لله. وساويرس ماسوني وباسم يوسف أيضا ماسوني. ومن أساليب دفاعهم ضد من يفضحهم هي السخرية لجعل الناس يضحكون على الشخص بدلا من التفكير فيما قاله. قفشتنا. ده طبعا غير تعليقاته الجديدة ان هو تم تجنيدي عن طريق المخابرات الأمريكية. يعني هي دي نوعية الناس اللي بتتكلم عن تقسيم مصر، اللي ابتدت تقول الكلام ده من الصيف اللي فات وكنا بنضحك عليهم، وبعدين سرحوا على الأناركية وطبعا البلدعي العميل وطبعا تدمير مصر. المهم ان بعد سنة بقى الكلام ده يتكرر في الجرايد والبرامج وحتى مجلس الشعب. يمكن لو سمعنا من حد محنك قديم عارف كويس هو بيتكلم عن ايه. راجل الضابط اللي في المكتب اللي بره اللي مسؤول عن مصر بيترقى، كل يوم بيكلموه يقولوا له ايه؟ برافو عليك، ماشي كويس قوي. اهلا تمام. بما ان احنا ماشيين في السكه ديت، اشجيني يا استاذ عمرو. 5 فبراير 2011 السنه دي 2011 في كاتب امريكي كتب مقاله اسمه ويليام انجل. ويليام انجل ده من الكتاب اللي ليهم علامات، يعني ليه اماره، يعني ما يقول حاجه تحصل. اولا اسمه ويليام انجدل، امريكي من اصل الماني. ثانيا الكاتب الكبير اللي له اماره دهوت ما بيطلعش الا على قناه راشا توداي او روسيا اليوم، اللي شغاله 24 ساعه على نظريات المؤامره والماسونيه وخطط تقسيم العالم العربي، وزي روسيا بتساند نظام بشار الاسد اللي بيقتل في السوريين كل يوم. اما عن موضوع ان هو لما يقول حاجه بتحصل دي،
فهو صاحب نظريات عكس كل اللي موجود. الناس كلها بتقول ان في ارتفاع لدرجه حراره الارض، هو بيقول ان الارض درجه حرارتها بتقل مش بتزيد، وان البترول اصله فحم مش من بقايا الحيوانات والديناصورات والنباتات زي ما الناس كلها بتدرس في كل كليات العالم. من الاخر زيه زي برنارد لويس، زيه زي الشيخه ماجده، يعني كله بيفتي مش مشكله. ايه بقى اللي قاله الراجل العلامه ده؟ قال لك ان الولايات المتحده الامريكيه اهتمت سنه 2004 بعمل ثوره اتصالات في مصر غير عاديه، ان تكون مستوى الاتصالات في مصر مش موجود في اي حته ويضارع امريكا واوروبا. فعلا مستوى الاتصالات عندنا يضرب اللي عند امريكا بالجزمه. وايه كمان؟ كان عندهم خطه ان يتم، هو الراجل بيقول كده، ان يتم تدمير الشرق الاوسط، وكانت مصر مشكله كبيره بالنسبه لهم مضايقاهم في حاجات كتير، فطلعوا قرار واضح وجابوا مكتب يعني خلص لنا موضوع مصر. موضوع مصر ده يخلص. هي المقاله مش بتقول معظم الكلام ده، بس استمر. مش انه دافع محمد البرادعي انه يظهر، لا، بس لما الراجل قال كده، لما محمد البرادعي يظهر احميه، مش ان محمد البرادعي عميل او ان لا، ولا محمد البرادعي يعرف امريكا. الاخ ويليام اللي المقاله بتاعته موجوده على النت، كرييتيف ديستركشن، موجود على النت، خشوا عليه. بعكس ناس كتير ما بتسمعش الكلام، انا سمعت كلام استاذ عمرو اديب ودورت على المقاله اللي في نفس الحلقه برضو نائب تحليل الاخبار بالصدفه اتكلم وطلع هو كمان قاريها. اسمه ويليام انجل. لا مش ويليام انجدل، لا. ده راجل ويليام انجدل ده صحفي امريكي كبير جدا، اللي هو اللي كتب الكرييتيف ديستركشن. الناس كلها عارفه الراجل ده، مع ان الورقه ديت ما اتنشرتش في ولا جريده ولا مجله محترمه، واخرها كانت على الانترنت في مدونه تافهه بتتكلم برضو على نظريات المؤامره. والغريبه ان في حاجات تانية في المقاله دي بتوحي بتواطؤ مسؤول كبير مع امريكا وقت الثوره، بس طبعا استاذ عمرو اديب ولا استاذ حامد عز الدين جابوا سيره الموضوع دهوت. يمكن جه عند دي وما قراهاش. وكمان في فقره في المقاله دي بتقول ان حركه كفايه واخده اسمها من حركات تانية من بره واصلها مش مصري. يا ترى انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ حركه كفايه دي مش مصريه. صدفه. وصدفه برضو ان عمرو اديب ونائب تحليل الاخبار يلاقوا المقاله دي في نوفمبر بعد 9 شهور من نشرها في مواقع تعبانه على النت. وبرضو صدفه ان هم يجيبوا سيره صاحبنا. مين؟ المخطط الذي وضعه المستشرق الشهير جدا برنارد لويس. ده الراجل الكبير في السن. لا قول كلام غير ده، فكرني تاني كده بالمخطط ده. هذا المشروع يستهدف إعادة تقسيم العالم العربي والإسلامي إلى 88 دويلة، ستكون الأكبر هي إسرائيل. المخطط يستهدف تقسيم مصر إلى 4 دول. نسيت موضوع ال4 دول ده، غير طبعا ال 88 دولة التانيين. هل في كلام رسمي غير رسمي برنارد لويس اللي مصر مش فيها أساسا؟ برنارد لويس عمره 96 سنة، وضع مخططا بالخرائط، وهذا المخطط حظي بموافقة من الكونجرس الأمريكي منذ سنة 89. برضه الكونجرس وافق برضه. هل الكلام ده موثق في مضبطة الكونجرس ولا اتحذف من المضبطة؟ هل السفراء والرؤساء اللي رايحين جايين على مصر اخر وفد الكونجرس اللي كان هنا من كام يوم بيقابلوا القيادات ومن قبلها مبارك وبيقابلوا الناس وعادي في قرار رسمي من الكونجرس بتقسيم مصر هم ساكتين؟ هل في سنة 89 ولا 83 القرار ده اتناقش ولا اتصدق عليه؟ ولو اتعلن اعلنوه فين؟ لانه لو سري عرفتوه ازاي؟ لو دورت بنفسك هتلاقي ان معظم نظريات المؤامره مصدرها افلام زي ذا ارايفلز، مدونات، كتب ممكن يكون اي حد كاتبها ويقول النظريات اللي هو عايزها، اللي بيكلمك على الماسونيه واللي بيكلمك عن تقسيم مصر واللي بيكلمك على الشيمن. كل دول هم اساس المؤامره. المؤامره الحقيقيه ان هم يحوطوك بالمؤامرات دي من كل جانب عشان يخوفوا الناس من قولة الحق ومن كشف اللي فعلا بيتآمروا علينا فعلا.
اللي بيتكلموا على المؤامرات ليل نهار سواء بقصد او من غير قصد عشان هم ما كلفوش نفسهم يدققوا شويه، هم دول المؤامرات. وفي النهايه وجبه سعيده مع نظريه تقسيم مصر. نلتقي بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى في هذه الحلقه الكرتونيه من البرنامج. الشخصيه اللي كانت ورا الكرتون اللي شفتوه في اول الحلقه واللي غالبا مكمل معانا لبقيه الحلقه هو شخصيه عرف تحت مسمى اسم خرابيش، وهو الدكتور اشرف حمدي. ازيك يا دكتور اشرف؟ عامل ايه؟ احنا بقينا دلوقتي مش عارفين نفرق بين الواقع والخيال. انت حاسس كده انت قلبت الدنيا كلها كرتون؟ فعلا انا حاسس ان ما يعني بقت في صعوبه بين ان انا افرق ما بين اللي هو الواقع والخيال، لان الواقع دلوقتي بقى في كميه من المفارقات والكوميديا. انا شايف ان هي تغلبت على خيال المشتغلين في مجال العمل الساخر يعني. بالظبط. حتى انا لاحظتها في البرنامج عندك ان اكتر من مره تقول ده لو احنا كنا قلنا ده في البرنامج كانت قال ان ده اوفر قوي. فهو اساس اي عمل ساخر ان انا اعمل نوع من ان انا ابالغ في اللي هو الواقع يعني، اللي هو زي الكاريكاتير. بالظبط، اللي هي ان انا بقعد ابالغ يعني. فلما يبقى الواقع ذات نفسه مبالغ فيه بيبقى من الصعب ان انا اتصرف يعني. طب ادينا امثله لكده مثلا. يمكن كانت اول حاجه حصلت في الموضوع ده ولاحظتها ان مثلا موضوع زي ان احنا نصدر الغاز لاسرائيل، اهو ده من الموضوعات اللي من الممكن ان انا اعمل عليها كاريكاتير عادي يعني. انما ان احنا نصدر الغاز لاسرائيل بالسعر ده، ان هو بسعر اقل من سعر التكلفه ونعيد استيراده من اسرائيل تاني لمصر، دي بقى اللي انا وقفت عندها عاجز يعني. واللي قبل الثوره كوم وبعد الثوره كوم يعني تاني خالص يعني. حاجات بقى كتير، ومش بس الموضوعات، كمان بتبقى الشخصيات يعني. يعني ساعات اشوف الشخصيات ببقى يعني بحس باللي هي الغيره يعني، ازاي انا ما قدرتش الف شخصيه وهي زي ما هي في الواقع وهو بيبقى مش قاصد يبقى كوميدي يعني. انا حاسس ان الموضوع ده عامل لك مشكله نفسيه. ما بالظبط يعني. انا يعني بدات احس ان الواقع اللي احنا عايشين فيه ده مش حقيقي فعلا. ازاي؟ يعني مثلا لو هو ده الواقع وده الكرتون. تمام. مثلا لو هو ده الكرتون يعني. تمام. طيب ما هو ايش ضمنك؟ ما يمكن ده الواقع واللي احنا عايشين فيه ده الكرتون. انت بتتكلم بجد؟ انت مش مصدقني يعني؟ لا الحقيقه انا مش مصدقك. طيب بص تاني كده. يا نهار اسود. طيب عشان يبقى تصدقني. طب قول لنا حكايتك مع وائل غنيم. انا وائل غنيم عامل لي خرم في دماغي. تمام. بس يا ولد بلاش قله ادب. هو قال لي بيعمل خرم فين؟ لا دي مشاكل عائليه مفيش داعي نخوض فيها. مفيش داعي مش مشكله. قول لنا حكايتك مع وائل غنيم. دي برضو من الحاجات اللي مخلينا احس ان احنا عايشين في كرتون يعني. هو اكتر حاجه بتغيظني اللي هم الناس اللي بيتفلحسوا ويفلحسونا بالفلحسه بتاعتهم يعني. ويمكن دي على طول حصلت بعد الثوره، ان لقينا صور كتير جدا لوائل غنيم ومعمول عليها الدوائر الحمراء دي. تمام. اللي هي عمليه الاستنتاجات بقى، اللي هي مش مجرد نظريه المؤامره، لا دي دخلت في موضوع الغاز بقى واستنتاجات وحاجه زي دافينشي كود مثلا، حاجه بالشكل ده يعني. فعملوا هم الدوائر دي على الصور بتاعت وائل، وقال لك الحظاظه دي هنا حظاظه وهنا بزازه وهنا ما اعرفش ايه. هنعمل ايه؟ ما هنعمل ايه؟ حاجات غريبه جدا. معلش. اوكي. فكانت حاجه مستفزه جدا يعني، ان هم قاعدين يعني. والمشكله ان الناس كانت مصدقاهم يعني. هم اثبتوا ان هو عميل ماسوني مأجور والحاجات دي كلها عن طريق الدوائر الحمراء دي اللي على الصور يعني. طب قررت تعمل ايه؟ قلت اعمل انا كده كليب اسخر فيه من الاسلوب ده يعني، من الاسلوب ده في التفكير يعني. فقلت انسب وسيله اسخر بيها من الحكايه دي ان انا امشي معاهم في نفس السكه اللي هم كانوا ماشيين فيها، وان انا ابالغ في اللي كان حاصل. وفعلا ابتديت اجيب انا برضه صور لوائل وابتديت اعمل عليها دواير، واثبتت حاجات يعني كتير. اثبتت حاجتين حلوين جدا، ان هو شيوعي وفي نفس الوقت اخوان. تمام.
وحاجات كده كتير يعني. كان اللي هو برضو المايك كان متصور في يعني برنامج، فاخدت الصوره دي وقلت ان ده جهاز التجسس الاسرائيلي. وقعدت اهبل كده طالما ان هم بيستعبطوا، فقلت ان انا ازود في الاستعباط بتاعي. الفيديو ده خد هيتس كتيره جدا. تقريبا بالظبط عمل تقريبا 1,300,000 زياره يعني. بس هو الافيه ما كانش في الفيديو، وفي اللي انا قايله فيه كان في التعليقات اللي تحت الفيديو بقى. يعني الفيديو ده كان كوم، والتعليقات دي كانت يعني كوم تاني. ان الناس صدقت فعلا ان انا بتكلم بجد، وابتدوا اخدوا الفيديو ينشروه على اعتبار ان هو ادله ادانه جديده على وائل غنيم. فالكرتون يعني خلى الناس تطلع نظريه على وائل غنيم. بالظبط. تمام. فبعدين انا بقيت خلاص حجان يا جدعان انا بهزر، وكان من الواضح ان انا بهزر يعني. حتى لقيته وائل ذات نفسه بيكلمني، الله يخرب بيتك ايه اللي انت حبيبته ده يعني. طيب وبمناسبه التعليقات ديت اللي بتشوفها على الفيديو، خلينا اسالك ايه ده؟ تجنن اشرف بصراحه، حلقه غريبه جدا. انا بقول لك الواقع دخل في البتاع. معلش. التعليقات دي بتخليك تحس بايه؟ يعني بحس ان انا مش عايز اعيش على هو الكوكب ده يعني. مش عايز تعيش على الكوكب يعني، عايز حضرتك تعيش فين يعني؟ والله العظيم يا شعب انتم عارفين انتوا رايحين على فين؟ اهو قال لك اهو. ما علينا. بس يا دي الفضايح، يا دي الفضحيني في كل حته الشخصيه دي. بيعمل ايه يا حضرتك؟ رصيده يسمح، انا اعمل له ايه؟ رصيده يسمح. بصرف النظر. معلش. طيب يعني الناس، انت شايف الناس دلوقتي بقت بتصدق اي حاجه لمجرد انها موجوده على النت او انها فوتوشوب؟ بالظبط. يعني اكتر حاجه كمان يعني انا مستعجبها ان الناس مصدقه ان الفيديوهات اللي اتصورت اثناء بتاع الثوره ان هي معموله كلها هو الفوتوشوب يعني. فوتوشوب حتى لو كان فيديوهات؟ حتى لو كانت فيديوهات. يا لهوي يا لهوي. ده مات للاسف. مين ده؟ ده ستيفن سبيلبرج. ليه بقى؟ اتصدم يا عيني لما عرف ان احنا هنا بنعمل فيديوهات على مستوى ما تعملش في هوليوود يعني، وبالفوتوشوب يعني. بالفوتوشوب كان زمان احنا عملنا افلام زي هوليوود. بالظبط. طيب ماشي يعني. طب انت شايف ايه اللي بيخلي الناس يعني بتفكر بالعقليه ديت يعني؟ منه لله بقى اللي كان السبب. منه لله اللي كان السبب. عاملين لنا قلق هنا في الاستوديو خالص. في حاجات غريبه بتطلع هنا جنبنا الحقيقه. ما علينا. طيب قول لنا بقى مين بقى خرابيش؟ خرابيش هي مجموعه من الشباب من جميع انحاء العالم العربي متفقين على هدف واحد، ان هم يعبروا عن القضايا بتاعتهم من خلال الكرتون. وان يبقى الكرتون وسيله للتعبير مش بس للاطفال، او ما يبقاش يبقى الموضوع يبقى ترفيهي بس. انما لا يعني ان هو بيساهم في ان انا اناقش بيه القضايا بتاعت المجتمع يعني سلبياته، ان انا اعبر بيه عن الاحداث اللي حاصله يعني. ثانيه واحده، في حد على كتفك؟ ثانيه واحده. جدع يا باشا، جت في عين الديب. تمام بالظبط. قول لي بقى، على فكره احنا لم نستخدم ذخيره حيه ولم نستخدم خرطوش. امال انت عايز توصل لايه بخرابيش؟ ايه الرساله اللي عايز توصلها من خلال خرابيش ومن خلال الكرتون اللي انت بتعمله؟ تقريبا هي نفس الرساله اللي خلتك تعمل البرنامج العظيم ده يعني. وانا كنت من اول المتابعين ليه. ارجوك لا بتكلم بجد والله يعني. اللي هي نفس الحكايه، ان انا وصلت لمرحله ان انا مش قادر اسكت على اللي بيحصل، مش قادر خلاص يعني. بقيت اشيل يعني في روحي كتير، فخلاص هتجنن. فكان لازم يكون في وسيله ان انا اعبر بيها عن اللي بيحصل، ان انا ما يبقاش الموضوع في اتجاه واحد بس، ان انا قاعد على المحطه الرسميه اللي قاعده بتقول لي كذا كذا كذا، والمطلوب مني ان انا اقول امين يعني واصدق يعني. فكان لازم يكون في حاجه ترد على الحاجات دي يعني. لازم كان. على العموم انا سعيد جدا حضرتك موجود معانا في حلقه كرتونيه مميزه جدا. والجزء الاولاني على فكره كان برعايه خرابيش واشرف حمدي، وتابعوا خرابيش واشرف حمدي على اليوتيوب، قناه خرابيش صح؟ بالظبط. يعني تحيه ليك ولفريق العمل، اميره مصطفى، سمر جمال، مصطفى عشري، واشرف حمدي. ميرسي جدا استاذ اشرف، ونلتقي ان شاء الله بكم في حلقه اخرى من برنامج البرنامج.